لو معاك جنيه 2005 الذي ينجذب للمغناطيس فدي سعره يا جماعة بيوصل ل 100 أو 200 جنيه لو وصل لحالة الأنصر. النهاردة جايب لكم فيديو جديد وهنتكلم بالتفصيل عن جنيه 2005. كل الناس طلبت عندنا في القناة إن أنا أتكلم عن جنيه 2005 وأنا ما كنتش عاوز أعمل فيديو لجنيه 2005 بسبب اللغط الكبير اللي فيه. بس الفيديو ده من خلال الفيديو ده هتعرف جميع مواصفات الجنيه 2005، لأن في جنيهات 2005 ما بتنجذبش للمغناطيس، ملهاش أي قيمة، ملهاش أي 30 لازمة، سعرها 3 جنيه 2005 وبرضه بس ما بينجذبش للمغناطيس. إنما الجنيه النادر اللي سعره غالي وبيوصل ل 100 جنيه لو وصل لحالة الأنصر أو 150 أو 200 جنيه لابد إن هو ينجذب للمغناطيس، تحط عليه المغناطيس كده ينجذب للمغناطيس، يلزق في المغناطيس. أما لو معاك جنيه 2005 وما بينجذبش للمغناطيس فمالوش أي 30 لازمة، عشان الناس ما تجيبلناش في التعليقات. وبرضه للتوضيح الفيديو ده هيوضح لك كل جنيه 2005 وايه سبب اللي هو وصله ان هو يبقى غالي، وايه سبب ان الجنيه ال 2005 اللي ما بينجذبش للمغناطيس سعره ملوش اي لازمه، 2 3 جنيه ملوش اي قيمه. هعرفك كل دي داخل الفيديو. بالاضافه كمان ان انا يا جماعه مش هاخد جنيه 2005 بسبب اللغط اللي فيه. الفيديو ده فيديو توضيحي وتعريفي لكل الناس، انما انا ما بشتريش في جنيه 2005. بس كل اللي عليك لو انت اول مره لسه بتشوفنا وما عملتش اشتراك في القناه فبطلب من حضرتك لو انت اول مره لسه بتشوفنا تعمل لنا اشتراك في القناه وتفعل زر الجرس لو انت بتشوفنا على اليوتيوب. اما لو انت بتشوفنا على الفيسبوك فتعمل لنا لايك وشير ومتابعه عشان فيديوهاتنا كلها توصل لك. وهجيب لكم الفتره اللي جايه دي يا جماعه فيديوهات جميله جدا ونوادر جميله جدا، بس تشجعونا. ما بنرضاش نجيب الحاجات الجديده، ما بنرضاش نجيب الفيديوهات العملات النادره الجديده بسبب التعليقات السلبيه اللي انتم بتعلقوها. فحببونا وحفزونا ان احنا نجيب لكم كل النوادر ونعرفكم العملاتكم القديمه بجميع اسعارها ونوادرها. فبطلب من حضراتكم ان انتم تشجعونا بالاشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس لو انتم بتشوفونا على اليوتيوب. اما لو انتم بتشوفونا على الفيسبوك فتعملوا لنا لايك وشير ومتابعه. ونخش دلوقتي جوه الفيديو نتعرف على جنيه 2005 الذي ينجذب للمغناطيس، له سعر غالي وايه اللي وصله للسعر ده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا لكم يا جماعة من جديد. النهاردة هنتعرف على جنيه 2005 النادر الشهير الذي ينجذب للمغناطيس. الجنيه ده يا جماعة له شهرة كبيرة جدا والناس كلها بتقتني جنيه 2005، بس ما يعرفوش مواصفات جنيه 2005 وهل الجنيه اللي معاهم دول له لازمة ولا ملوش لازمة. فمعظم اللي في بيوتنا المصرية جنيه 2005 ولكن لا ينجذب إلى المغناطيس، ودي سعره عادي جدا يا جماعة، موجود مع كل الناس، وسعره بيبقى جنيه 2 جنيه 3 جنيه، بيتباع بال 100 قطعة ب 200 جنيه أو بال 300 قطعة ب 300 جنيه، فاهمني؟ فهو ملوش أي لازمة عشان الناس بس ما توهمش نفسها على الفاضي. إنما الجنيه النادر الشحيح اللي فعلا سعره بيوصل ل 100 أو 200 جنيه لابد إن هو يكون جنيه 2005 وينجذب للمغناطيس، تحط عليه المغناطيس كده يلزق. طب هل هو سعره 200 جنيه او 100 جنيه او 150 جنيه هو اي جنيه معاه 2005 بينجذب للمغناطيس سعره كده؟ لا، بيرجع بقى بيبدا يخش تاني حاجه للتقييم. هل هو جديد او هو متداول او هو حالته انصر او هو حالته توب انصر؟ فهو لو جنيه 2005 وحالته متداوله عاديه وينجذب للمغناطيس فسعره من 30 ل 40 50 جنيه بالكتير. اما لو هو ويبدا الحاله بتاعته تتحسن اباوت انصر فبيبدا سعره لحد 50 جنيه و100 جنيه. اما لو الحاله بتاعته اصبحت ان هي توب انصر اللي هي الحاله بتاعته زيرو لسه خارجه من البنك كأن لسه بالخرطوشه بتاعته، فدي سعره بيوصل ل 150 و200 جنيه لو وصل لحاله الانصر. ممكن لو هاوي وحابب القطعه ان القطعه دي ما فيهاش اي خدوش او اي اتساخه او اي عيوب ممكن ياخدها باسعار اغلى من كده، بس لابد ان هو يكون شرطه ينجذب للمغناطيس. كلامي واضح يا جماعه؟ طب ايه السبب ان جنيه 2005 الذي ينجذب للمغناطيس خلى وصل سعره ان هو يبقى غالي كده؟ في بداية صك الجنيهات المصرية هو جنيه 2005 على العموم هو أول جنيه مصري معدن تم صكه سنة 2005. في بداية الصك عملوا جنيهات تنجذب للمغناطيس فيها نسبة نيكل وحديد، مصنوعة بنسبة قليلة من النحاس وفيها نسبة نيكل وحديد. في بداية الصك عملوا كمية صغيرة جدا فعشان كده كل الكمية دي تنجذب للمغناطيس، وبعد كده راحوا وقفوا صك العملة بالجنيه ال 2005 اللي هو ينجذب للمغناطيس، وقال لك نحسن من الخامات اللي موجودة في الجنيه وعملوه كله من النحاس. وطبعا زي ما انتم عارفين ان النحاس لا ينجذب للمغناطيس، وبالتالي اصدروا منه كميات رهيبة، اصدروا منه حوالي 10 او 15 مليون قطعة المصنوع من النحاس لا ينجذب الى المغناطيس،
وده سعره عادي جدا 2-3 جنيه بالكتير لو حد عاوز ياخد القطعة، عشان هي بس اول اصدار من اللي الجنيه اللي هو 2005. وكل بيوتنا المصرية مليانة الجنيهات اللي هي 2005 ما بتنجذبش للمغناطيس، مصنوعة من النحاس الخالص، ودي سعرها مش غالي يا جماعة، ملوش اي قيمة. وبنقعد نقول للناس مرارا وتكرارا كده، يقول لك انا معايا جنيه 2005 بكام؟ بقول لهم في التعليقات ملوش اي لازمة، لان عارف ان اللي معاك لا ينجذب الى المغناطيس، ملوش اي قيمة لانه مصنوع من النحاس. وجي بعد كده بقى وراحوا واقفين طباعة 2005 خالص، وبدأوا يطبعوا بقى 2007 و2008. بعدها لقوا ان تكلفة الجنيه اللي مصنوع من النحاس غالية جدا على الدولة، يعني انا مكلف الجنيه اكتر من قيمته، فبدأوا يرجعوا تاني النيكل تاني في قلب النيكل والحديد تاني، رجعوه تاني في قلب الجنيهات، بداية من 2009 من 2008 و2010 و2011 و2012. لذلك نلاقي كل الجنيهات الحديثة اللي موجودة معانا ايضا بتنجذب للمغناطيس، لان دخلوا فيها نيكل ودخلوا فيها حديد تاني. دي باختصار القصة كلها عشان الناس تبقى عارفة بس التفاصيل بتاعة الجنيه 2005. جنيه 2005 النادر الشهير هو أول جنيه تم إصداره، وهو ينجذب للمغناطيس لأن كان فيه نسبة حديد ونيكل، وده غالي جدا لأن نادر جدا، لأن تم صك منه كمية قليلة جدا، وبعد كده وقفوا صكه وعملوا جنيه تاني 2005 لا ينجذب إلى المغناطيس، كان مصنوع كله من النحاس، وده موجود في كل بيوتنا المصرية. دي بس للتوضيح، والفيديو دي فيديو توضيح عشان يعرفك أهمية جنيه 2005. فلو معاك جنيه 2005 بكرر وبقول مرارا وتكرارا وألف مرة، ينجذب للمغناطيس، هو ده اللي سعره غالي. بيبقى سعره كام بالظبط؟ لو هو متداول زي اللي في ايديا ده وموجود معايا في قلب ايديا لا ينجذب للمغناطيس، سعره 2-3 جنيه. طب ينجذب للمغناطيس وزي اللي في ايديا حالته متداوله، بيبقى 20-30 جنيه 40 جنيه، وبيبدا يعلى تدريجيا. لو هو ينجذب للمغناطيس بيبدا يعلى تدريجيا، لو وصل لحاله عاليه جدا ان هو مثلا يبقى سعره 100 جنيه، وصل لتوب انصر ممكن يوصل ل 150 جنيه، وصل لانصر حاله الزيرو لسه خارج من الخرطوشه، بيبقى كأن خارج من البنك جديد زيرو، بيوصل ممكن ل 200 جنيه لو هو ينجذب للمغناطيس. ده فيديو توضيح لكل الجنيهات. طيب جنيه 2005 كده عرفت كل ما يتعلق عن جنيه 2005. لو معايا اقدر ان انا ابيعه فين؟ تقدر تبيعه في بس اهم حاجه يكون بينجذب للمغناطيس. انا مش هاخده مبدئيا لان في لغط كتير وهيبقى في حوارات ومجادله كتير مع الناس. انا ما باخدش جنيه 2005 لان جنيه متداول، انا ما باخدش جنيه 2005 سواء هو، لان كل اللي موجود مع الناس لا ينجذب للمغناطيس، ملوش اي قيمه. فهنخش بقى نقول للناس ده اللي معاك دي ملوش اي لازمه، طب ما انت قايل عليه في قلب الفيديو، وهنخش في مهاترات وجدال مع الناس. فانا مش عاوز جنيه 2005. جنيه 2005 يا جماعه الذي لا ينجذب الى المغناطيس ملوش اي لازمه. طب الذي ينجذب للمغناطيس موجود، والله موجود مع الناس، وفي مزادات تم عليها، ووصل سعره ل 100 و200 جنيه لو وصل لحاله الانصر، بس لابد انه يكون شرطه ينجذب للمغناطيس. جنيه 2005 شرط ومواصفات العمله للجنيه النادر لابد ان هو ينجذب للمغناطيس. لا انا عملت كل ما يتعلق وشرحت كل ما يتعلق عن العمله، فبطلب من حضرتك لو انت لسه اول مره لسه بتشوفنا على قناه الربح المضمون تعمل لنا اشتراك في القناه وتفعل زر الجرس، ولو انت بتشوفنا على اليوتيوب وسبسكرايب، اما لو انت بتشوفنا على الفيسبوك فتعمل لنا لايك وشير ومتابعه. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.